الخمائر العبرة فيهم بعددهم وليس بكمية الغازات. إذا أنت حصلت بقلب الخمارة على حجم وقلت هيدا هو يا كبير، هيدا حجم غازات، ما حيشد معك بقلب الفرن. ما كمان في نهضة بقلب الفرن، في فتحة للمخبوزات بقلب الفرن. إذا ما حصلت حال الخمائر تكاثرت للعدد المطلوب، ما حتعطيك بعد الخبز الحجم الممتاز اللي بدك إياه أنت، تنغش فيه. تكون القاعدة كيف بنحسب حرارة المي. في مشاكل ممكن تواجهك، مثلا أنا عم بشتغل على عجانة الشوكة، الجرن تبعها بيطلع إذا ما ببالغ شي 5 سنتي سماكة الجرن تبعها. يعني إذا بتحط بقلبه لهيدا الجرن مي مغلية وبتبرم ظهرك لتروح تجيب شوال طحين، بتجي على المي بتحط إيدك بالمي بتلاقيها مسقعة على المي. دي مشاكل ما فيك تطبق عليها قواعد. لا أنا عم بحكي هيدا الحكي، الخميرة بدها تنشط. نحن بالصيفية بنركض لنشكلها قبل ما تتكاثر كتير الخميرة بقلبها. لا هاي إذا بدك تعمل صمون، بدك تعمل خبز باجيت، خبز أنواع من شو أي عجين عم تشتغل فيه، بتلاقي حالك عم تركض تشكلها قبل ما تخمر كتير. لا، لأنه العجينة وجبة طعام لهيدي الخمائر. إذا أكلت الوجبة تبعيتها قبل ما تعطينا الحجم المطلوب بعد التشكيل، أو يبقى منها نفس تكفي عملية التخمير بقلب الفرن وتكفي غذائها بقلب الفرن بالخبز، بده يطلع عندك المنتج حجمه أصغر، ناشف يابس ومعضم. لا، خميرتك أكلت الوجبة تبعيتها كلياتها قبل ما تشكلها، وإذا بقي شوي منها أثناء التخمير حتاكلهم كلياتهم. لما تفوت على الفرن الخميرة حتنتهي لما تاكل وجبتها.